الذكاء الاصطناعي حرفيا دخل في كل حاجة موجودة في حياتنا، من تطبيقات للموبايلات نفسها ومواقع كتير بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي بقى مسيطر على كل حاجة، طبعا من المواقع للبرامج للموبايلات. يعني المواقع اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي زي كاتب دوت اي او عربي دوت اي، كل دول بيشتغلوا بالذكاء الاصطناعي. وكمان عندك تطبيقات بتشتغل بالذكاء الاصطناعي زي تطبيق كين ماستر، تطبيق المونتاج المشهور بقى بيدعم بعض المميزات بالذكاء الاصطناعي. وتطبيق كاب كات برضو بقى بيدعم بعض المميزات بالذكاء الاصطناعي. وكمان موبايلات، الموضوع وصل انه اتطور ان الموبايلات نفسها بقت بتدعم الذكاء الاصطناعي في كل حاجة فيها. برامج النظام كلها بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، زي الموبايل الجوجل بيكسل 8 اللي اعلنت عنه شركة جوجل. طبعا الموبايل بالكامل بيدعم الذكاء الاصطناعي. فايه رأيك عزيزي المشاهد؟ شايف ان الذكاء الاصطناعي مفيد ولا مضر؟ هل ممكن انه يدمر العالم في يوم من الايام ولا ايه؟ فاكتب لي في الكومنتس ايه رأيك في الذكاء الاصطناعي. اعمل لي لايك وفولو واستنى الفيديوهات الجاية، وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. سلام.